السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة يا جماعة للضرايب اللي بتنزل على الموبايلات، تمام، سواء انت معاك اندرويد، سواء معاك ايفون، سواء معاك جهاز جايبه من بره مصر، من جوه مصر، تمام، سواء الجهاز قديم او جديد، انت مش هتخسر حاجة لما تعمل الفحص على جهازك. تمام، الكلام ده لازم قبل الساعة 12 بالليل. في ناس زي ما انتوا شايفين نازل لها بال20,000 وبال10,000 و17,000 زي ما انتوا شايفين كده. دي كلها ضرايب مفروضة على الأجهزة. تمام، طب انت هتعمل ايه؟ كل اللي عليك تدخل على اعدادات، تدخل هنا على عام، تمام، على الحول، تمام، هتنزل تجيب الرقم ده والرقم ده. الرقمين اللي قدامكم دول يا جماعه دول الرقمين اللي هنشتغل بيهم. تدخل تجيب الرقمين دول هنبحث بيهم. طيب انت مش عارف تجيب مثلا الرقمين دول، مفيش اي مشكله، في طريقه تانية. هتدخل عن طريق الهاتف خالص، تمام، هتدخل تكتب نجم شباك 06 شباك، تمام، هيظهر لك بيانات الجهاز والرقمين اللي احنا برضو محتاجينهم بالباركود بتاعهم. تمام، مش مهم الباركود دلوقتي، احنا هنشتغل على الرقم اللي انت شايفه قدامك ده. تمام، هنجيب الرقم ده، تمام، هندخل نحطه على الموقع اللي انا هسيبه لك ده. هندخل نحطه في الموقع ده، تمام، بس ممكن تلاقي الموقع تقيل، فاحنا هنضطر نستخدم التطبيق ده. بس التطبيق ده ليه عدد محاولات معين. الرقم ده يا جماعه ما تبعتوش لحد، انا بقول لك اهوت. هتدخل تفتح التطبيق ده، هتكتب الرقم هنا في الخانه دي كده، تمام، وهتعمل استعلاء. تمام، هيظهر لك بقى سواء انت جهازك عليه ضرايب او لا. طيب انت جهازك سليم وتمام مفيش اي مشاكل، خلاص احمد ربنا والحمد لله. طيب الجهاز طلع عليه مثلا ضرايب زي اللي في الصور دي قدامك، فلوس وكده. كل اللي عليك انك هتروح اي فرع عندك، تمام، هتجيب الشريحة الجديدة تفعلها عندك على الجهاز. الكلام ده لازم النهاردة ضروري. هتفعلها عندك وتعمل منها 10 مكالمات ولا حاجة، وبإذن الله الضرايب ديت هتتشال زي ما هو متوضح قدامك في الصور دلوقتي. تمام يا جماعة، حاولوا تلحقوا تعملوا الموضوع ده النهاردة ضروري. مش هتخسر حاجة لما تدخل تفحص عن جهازك.